السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا بقى في يوم الجمعة كده نعمل شوية فول زي القمر زي ما انتم شايفين كده بالطحينة اللي احنا عملناها على ايدينا كده في القناة. هنزل لكم الطحينة صندوق الوصف عشان تشوفوا عملناها ازاي وتشوفوا الجمال ده بالطحينة القمر بتاعتنا. شوية فول كده زي القمر هتاكليهم كده وانتي مستمتعة يوم الجمعة، حاجة سريعة كده على الماشي. وشوية جبنة قريش كده بالسلطة عملناها برضو، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. الفكرة دي بتبقى غايبة عننا شوية بس لما بنعملها وبنيجي ناكلها كده بتبقى ليها طعم تاني. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. ده الفول اللي عملته معاكم على القناة. شايفين بقى الفول طلعته من الفريزر وساح شوية تمام لحد ما فك كده من التلج بتاعه. شايفين الفولة قمر قمر قمر. الفول يا جماعة المعلومة، أول ما بتيجي تشيليه وتكوني انت عاملاه في البيت تمام، اول ما بتيجي تشيليه في الكياس لازم الفول يبرد تماما. تمام، ما يكونش سخن وتشيليه في الفريزر عشان ما يطلع معاكي يبقى الشكل القمر ده. خلاص، ما يبقاش مجرمس كده وناشف حتى لو مهما سويتيه. ودي الطحينه اللي عملناها مع بعض في القناه كانت تحفه 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 من الجمال يا جماعه في الفول. بصوا في الاستعمال كده حاجة تانية خالص، ودت الفول في حتة تانية. الطحينة الحلوة أول ما بتحطيها على الفول، أول ما تحطيها على أي حاجة بتجمد معاكي وبتدي قوام كده وقوامها بيتقل معاكي. تمام، احنا بنحب الفول بالطحينة كتير. خلاص، حطيت 3 معالق كده كبار من الطحينة على الفول، على كيس الفول اللي احنا شلناه. معلقة الخل دي بتفتح الفول وبتخلي الطحينة تفتح معاكي وبتبيض كده في الفول وتديها اللون الفاتح الحلو وتحسسك قوي ان انت حطيتي طحينة، وبتدي كمان طعم حلو قوي. بقلب كده زي ما انتوا شايفين الفول، وكل ده برضو بيبقى على نار هادية. تمام، يعني الاول ببقى مسخنه الفول ومدوباه كده على النار، ولو لقيت الفول محتاج شويه من الميه، لقيته تقيل قوي بحط له شويه من الميه بفكه كده زي ما انتوا شايفين وشوطه في اول الفيديو. بصوا لون الفول مغيرش معايا ولا اسود ولا اي حاجه. هسيب لكم طريقه الفول دي في صندوق الوصف برضو. عشان تشوفي صندوق الوصف هتدوسي على العنوان من فوق، هتلاقي كلمه المزيد. تمام، هتدوسي عليها فوق في العنوان، هتلاقي تفتحي هتلاقي الطريقة وهتلاقي الفيديوهات اللي انا سايباها لك تتفرجي عليها. حطيت شوية من الزيت، بس اهم حاجة الزيت برضو يبقى طعمه حلو. تمام، وشوية من الملح وشوية من الكمون. عايزة تضيفي شطة مفيش اي مشكلة. سيبي بقى الفول لحد كده لحد ما تيجي تقدميه. تمام، يعني هنعمل الفول بالطريقة اللي شفتوها دي على نار هادية خالص، وهنسيبها خالص لحد لما نيجي نقدمه هنكمله. تمام، جبت هنا نص كده قالب من الجبنة القريش، نص قطعة. تمام، الجبنة دي يا جماعة الطريقة دي أنا بعملها كسلطة أكتر من ما هي جبنة. تمام، يعني بقلل من الجبنة وكتر من الخضروات. خلاص، لأن يوم الجمعة طبعا انتوا عارفين بتبقى فيه على السفرة الطبلية بتاعتنا بيبقى فيه حاجات كتير، يعني بنحط مقبلات بنحط طعمية. يوم الجمعة بقى كل اللي احنا عايزينه بنجيبه. تمام، اللي بيشتغل بقى واللي مش موجود في البيت على طول، فيوم الجمعة ده التجمعات بتاعت العيلة كلها، فبنعمل كل الحاجات اللي احنا بنحبها وعايزينها. تمام، يعني زي الطعمية مثلا ما بنشتريهاش على طول، فبنجيب طعمية بقى وفول وبنعمل سلطات وبنحط مقبلات على الطبلية وشاي بلبن بقى، والطبلية بتبقى هايصة. تمام، كل سنة وانتوا طيبين وكل جمعة وانتوا طيبين. حطيت هنا أول حاجة شوية من الزيت على الجبنة القريش، وحطيت شوية من بقدونس بقى، البقدونس بيديها طعم حلو قوي بيوديها في حتة تانية. وشوية من الخيار كده وشوية من الطماطم. كل الخضار اللي عندك حطيه، عايزة تحطي جزر حطي. طبعا خيار طماطم، عايزة تحطي بصل، بس طبعا يوم الجمعة ما بيستحبش البصل. تمام، بس هي كده بتبقى تحفة تحفة تحفة. حبة المكونات دول والخضار دول اللي بنحطهم للجبنة بيودوها في حتة تانية وبيخلوها بترطب كده على القلب، بتبقى تحفة تحفة تحفة. جربوا كده الفطار بالطريقة دي هيعجبكم جدا. خلاص، بعد ما عملت الجبنة تمام برجع بقى للفول. خلاص، الفول بتسخنيه وبتغرفيه في الطبق وبتقدميه على الأكل على طول. تمام، ما بتعمليهوش وتسيبيه. خلاص، بينزل سخن كده بيبقى زي القمر. بتفضلي تدهسي فيه كده وتقلبيه تقليبة حلوة. بصي كل ما بتقلبيه كده في الفول في الطحينة بتلاقيه بيتقل معاكي. خلاص، معلقة الخل بتفتحه كده وبتخليه زي القمر زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى زي المحلات بالظبط. يعني سر فول المحلات يا جماعة معلقة الخل اللي احنا بنحطها دي، بتدي الفول مزازة كده بيبقى طعمه حلو قوي. عايزة تضيفي ليمون مش عايزة تضيفي خل مفيش مشكلة، بس الخل بيديه طعم حلو قوي. يعني الخل بالنسبة لي احسن من الليمون. نفضل نقلب كده زي ما انتوا شايفين. بص، اول لما بلاقي الفول بيبقبق كده معايا خلاص بشيله بقى من على النار.
بديه تقليبه واحده كده او تقليبتين وبشيله من على النار. تمام، عشان كل ما بتسيبيه هيتقل وهيمسك في الطاسه عشان الطحينه طبعا. بصوا بقى الفول تقل معايا ازاي، شايفين ما شاء الله، حلو جدا جدا جدا. اعملوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. كده خلاص، بعد ما بقبض كده الفول بتاعي هشيله بقى من على النار عشان اقدمه. بس اهم حاجه يكون سخن معاكي كويس. شايفين بصوا، عايزاه اتقل من كده سيبيه على النار شويه، بس كده القوام بتاعه مناسب جدا جدا جدا، بيتغمس كده ويبقى طعمه قمر. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. بصوا بقى الفول ما شاء الله، اول لما بتقدميه كده بتقدميه على الاكل على طول عشان يفضل سخن كده في الشتاء ده والبرد ده ويدفي ويبقى قمر كده. ما شاء الله وصفة النهاردة كانت جميلة جدا جدا جدا، جربوه. والسلام عليكم وجمعة طيبة عليكم إن شاء الله.